السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير في اتم الصحه والعافيه يا رب. اليوم جبت لكم واحد التشكيله ديال الجلابه لسنه 2025 2026 باخر مدرجه على الموضه. كنتمنى هاد التشكيله اللي حطيت لكم اليوم تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم لا فيديو ديالي والمحتوى اللي كندير، ما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق الزوينه المحفزه اللي كتخليني دائما نحط لكم الجديد. وكنشكركم على المشاهده وعلى المتابعه ديالكم ليا، وفرجه ممتعه. كيف ما كتشوفوا معايا عزيزاتي، جبت لكم هاد التشكيله ديال الجلابه لسنه 2025 2026 باخر مدرجه على الموضه. بالطبع كيف ما كنقول لكم عزيزاتي دائما، حطيت لكم تشكيله متنوعه باش كنرضي بها جميع الاذواق. تبعوا لا فيديو ديالي من الاول حتى الاخير باش كل شيء يستفد من هاد الموديلات. كاين اللي كيبغي يخيط شي جليبه اولا شي حاجه كيبقى حاير، انا حطيت لكم هاد التشكيله باش تستافدوا منها. دائما كنحط تشكيله متنوعه، كيف ما كتعرفوا عزيزتي الاذواق كتختلف. باش اللي كيبغي شي موديل كيصيبوا عندي هنا في لا فيديو، وتفاعلوا مع لا فيديو ديالي باش يوصل لاعلى مشاهده ان شاء الله يا ربي، باش دائما نبقى نحط لكم الجديد. بالطبع كنحط لكم موديلات للاستفاده، كتاخذوا فكره على الجديد ديال الخياطه، الجديد ديال اللوينات ديال التويبات، المهم الجديد بصفه عامه بالطبع في اللباس المغربي التقليدي. كيف ما كتشوفوا معايا عزيزاتي هذا الموديل هذا، كيف ما كتشوفوا معايا الجديد ديال هاد الجليبه اللي عندها الخراط في الجنيبات، الخديمه في نص الطوق بالعقيدات بلديين، الترسان هابطين حتى لتحت والخراط في الجناب. هذا راه موديل جديد بالطبع، كاين اللي كيبغي يخيط اولا شي حاجه كياخذ فكره. مع موديل اخر بالطبع عزيزاتي، جليبه اللي هي دو بياس اللي مخدومه بالزواق بالطرز، عفوا طرز باللوينات، الخديمه بنفس الطوق، مخدومه بنفس الطوق كيف ما كتشوفوا معايا، والترسان والبرش منهود حتى لتحت العقيدات بلديين. كيف ما كتشوفوا معايا عزيزاتي بالقميص ديالها من التحت اللي جات انيقه في اللبسه ديالها وهمويه. شوفوا معايا هذا اللون الاسود كيفاش طلع باللوينات، يعني اللوينات اللي فتحوا اللون الاسود. شوفوا معايا هذا الطرز اللي جاء انيق في اللبسه ديالو، في الكميمات وفي نص الطوق. الطرز باللوينات كيجي عاطي للعين، كيجي هماوي. كنتمنى هاد التشكيله اللي حطيت لكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم. كنقربكم شيئا فشيئا من الموديل باش كتشوفوا التفاصيل ديال هاد الجليبه اللي مخدومه بلاكوب مخزنيه. كاين اللي تيقول لها مخزنيه، كاين اللي كيقول لها بلاكوب جبليه، على حسب كل واحد وشنو. بصراحه كتجي انيقه اللبسه، يعني بلاكوب مخزنيه اولا جبليه كتجي هماويه في اللبسه ديالها. مع موديل اخر بالطبع عزيزاتي اللي حتى هي جليبه دو بياس اللي مخدومه بزواق المعلم ديال التاج. موديل اخر بالطبع عشاق البرشمان اللي جا في نص الطوق وهابطه حتى لتحت والخراط في الجنيبات كيف ما كتشوفوا معايا عزيزاتي. موديل اخر كيف ما قلت لكم في الفيديو، حطيت لكم تشكيله متنوعه باش كنرضي بها جميع الاذواق، حيت كتعرفوا معايا الاذواق كتختلف، كل واحد وشنو كيعجبو. كاين اللي كتعجبو جليبه تكون عامره، كاين اللي كتعجبو جليبه تكون خفيفه. كنحط لكم انا فيديو متشكل باش كل شيء كيستافد. عشاق اللون الاسود اللي دخلوا فيه الابيض جاء انيق في اللبسه ديالو وبالطرز. مع موديل اخر بالطبع عزيزاتي اللي هما جليبات ديال الكريب مخدومين في نص الطوق والعقيدات بلديين، في نص الطوق وفي الكميمات، كل لون وشنو دخلنا معاه. كتاخذوا فكره على اللوينات اللي كل لون شنو من لون كندخلوا معاه في الخياطه. بصراحه لون كينسك في لون، اللوينات بصراحه كاملين جاو زوينين وهماويين في اللبسه ديالهم. كيف ما كتشوفوا معايا هذا اللون الكاشيري اللي جا انيق في اللبسه ديالو.
اللوينات كاملين جاو زوينين. كل واحد وشنو اللي يكون عنده مفضل، يعني كنحطوا حنا تشكيله متنوعه باش كل اللي بغى شي لوين حتى يصيبوا باش كيعرفوا باش مخيط وكيفاش كيطلع في اللبسه ديالو. مع موديل اخر بالطبع عزيزاتي اللي حتى هي خديمه في نص الطوق ديال زواق المعلم، اللي جات خفيفه بالعقيدات بلديين والخراط اللي في الجناب ومدخلين معاهم زواق المعلم. جات انيقه في اللبسه ديالها همويه. هنا كنقربكم شيئا فشيئا من الموديل. مع موديل اخر بالطبع اللي جليلبه دو بياس اللي حاضر فيهم زواق المعلم كيف ما كتشوفوا معايا. نتمنى هاد التشكيله اللي حطيت لكم تنال الاعجاب ديالكم. العقيدات بلديين السفيفه وزواق المعلم اللي في نص الطوق وفي الكميمات. مع موديل اخر بالطبع عشاق اللون الفوشيا اللي كيجي انيق في اللبسه ديالو هماوي، اللي فيه زواق المعلم في القب وفي الجليبه في نص الطوق وفي القميص كيف ما كتشوفوا معايا. مع موديل اخر بالطبع ولون اخر. شوفوا معايا الفخامه د هاد اللوين كيفاش جا انيق في اللبسه ديالو هماوي كيف ما كتشوفوا معايا. الخديمه في نص الطوق وفي الكميمات. مع موديل اخر بالطبع عشاق اللون الاسود اللي القميص ديال التحت ديال النمر خدومه بالرانده د العقيق. جات همويه في اللبسه ديالها كيف ما تنقولوا دائما جلابه حضاريه الافراح المناسبات الخريجات الاعياد. القميص ديال النمر من التحت مخدوم بالرانده بالعقيق. صراحه جات انيقه في اللبسه ديالها. كنقربكم شيئا فشيئا من الموديل باش تستافدوا. مع موديل اخر بالطبع عزيزاتي اللي خديمه خفيفه في نص الطوق اللي مخدومه بالرانده وتشوفوا معايا الزواق في نص الطوق. واللي وصلت لهنا كنقول له شكرا على المشاهده وعلى المتابعه، وما تنسونيش من التعاليق الزوينه واللايكات المحفزه للفيديو باش دائما تبقاو توصلوا بالجديد. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. واللي وصل حتى الاخير وكنقول ليه شكرا للمشاهده وعلى المتابعه ديالكم ليا وعلى الدعم ديالكم ليا. وبالطبع كنرحب بالمتابعين الاوفياء د القناه، كنقول لهم شكرا على المشاهده وعلى المتابعه وعلى الدعم ديالكم ليا. وما كنساش حتى الجاليه المغربيه سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن، كنقول لهم شكرا على المشاهده وعلى المتابعه وعلى الدعم. والى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي.